السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده هنتكلم ازاي نستغل المساحات اللي عندنا في بيوتنا، وازاي ان احنا نخلي بيتنا دايما يكون جميل ورايق، ويخليه دايما جديد ومتجدد من غير ما ابيض، من غير ما ان انا اجيب فيه حاجات كتير، واخلي دايما نفسيتي تكون مرتاحة، والضيف اللي يجيلي كمان يكون مبسوط ببيتي. بس الاول احب اعرفكم بنفسي، انا زينب ودي قناتي. اتمنى تنوريني باشتراك ولايك وكومنت جميل منك علشان يوصلك كل جديد. حطي اللايك الجميل من ايدك الحلوه، ان شاء الله ربنا يفرح قلبك بكل ما هو جميل. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، واذكري الله دايما، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اول حاجه النهارده، دايما بنقول ان احنا عايزين نبيض البيت بتاعنا، علشان خاطر بنشوف ان الحيطان دايما بتكون بتنشع. اكتريه البيوت في اكتريه الاماكن، حتى لو انا ساكنه في مكان كويس مش مكان شعبي، بس دايما اكترية البيوت بتكون الحيطان بتاعتها بتكون مش احسن حاجة. مهما بتبيضي وبتعملي بتبقي عايزة كل فترة تبيضي بيتك، وكل شوية عايزة تعملي تغييرات في بيتك، بس الواحد ما بيكونش معاه فلوس. فانا النهاردة جاية اقولك شوية افكار جميلة تخلي بيتك حلو، وتخليكي دايما سعيدة ومبسوطة، ودايما حاسة ان انت عروسة. اجمل حاجة الواحد بيحبها بيوت العرايس، بيحب دايما يدخل بيوت العرايس، بيحس ان البيت ده متجدد وفيه كل حاجة، ولما بيروح بيته بيحس ان البيت بتاعه من الزمن القديم. ما بيحسش ان هو ستايل كده زي ايه، ما بيخش بيوت العرايس ويشوف. النهاردة لما نيجي نبص للبيت بتاعنا، اول حاجة نستغل المساحة اللي فيه. ما نضيقش دماغنا ونقول ان البيت هو مساحته كده، اصل انا بيتي صغير، اصل العفش اللي فيه كتير، اصل ولادي كتير، فالبيت دايما بيكون مكربس. يعني مثلا انا عندي 2 كومودينو، حاطه واحد في اوضه الولاد، حاطه واحد في الصاله، وطبعا ممكن اكون مستغليه واحد وحاطه فيه حاجات كتيره، والتاني اكون ان انا مش حاطه فيه مثلا غير شويه كركبه، كراريس العيال، حاطه فيه كتب. مع ان انا لو شلت الحاجات دي عادي ممكن احطها في مكان تاني، وممكن ان يكون الكومودينو لو مش موجود يبقى عادي جدا، مش هيأثر معايا. بس وجوده ان هو محطوط ده مضايقني ومحسسني بكركبه. انا ممكن اشيله واستغنى عنه، ممكن ابيعه، ممكن ان انا اخد الكومودينو ده وابيعه. اصل هو مش هينفع علشان ده بتاع اوضه نومي، وما ينفعش ان انا ابيعه. طب ما هو انت حاطاه بره اوضه النوم، فممكن وارد جدا ان انت كده كده مش هتمشي من المكان، وهيفضل مكانه كده لاخر العمر. يبقى انا لو استغنيت عنه او بعته او اديته لاختي لبنتها او اديته لسيلفي او لاي حد ايا كان يستفاد بيه، وانا المكان بتاعه ده انا ممكن اعمل المكان بتاعه ده اجيب فيه ترابيزه، ممكن اجيب فيه شجره، ممكن احط فيه مرايه، ممكن احط فيه برواز جميل استغله لاي حاجه تانية. عايزه اقول لكم يا جماعه ان ممكن استبدل البياض واستبدل الحاجات الكتير بالشجر في البيت. الشجر في البيت ده حاجه جميله جدا، ان انا اشوف ايه الحاجه اللي في العفش اللي ملهاش لازمه محطوطه عندي، زي ترابيزه مكسره انا حاطه عليها مفرش ومحلياها وسايباها عشان مش عايزه ان انا استغنى عنها. لا، انا ممكن استغنى عن الترابيزه دي طالما انا عندي حاجه تانية ممكن استخدمها، واجيب بدال الترابيزه دي شجره جميله. بس هنا في نقطة، ما ينفعش يكون بيتي صغير واجيب شجر يكون الشجرة اللي هي الفروع العريضة، الشجرة اللي هي تكون كبيرة عشان اقول تبقى حلوة وتملى المكان. اصلا انا بحب الحاجة، يعني بشوف ستات بيحبوا الحاجات البارزة قوي. لا، انا ممكن اجيب لو انا المساحة عندي ضيقة اجيب شجرة تكون هادية شوية، تكون رقيقة، تدي منظر جمالي. الشجر بيكون حلو في كل أوضة في البيت، ان انا اقدر استخدمه بطريقه كويسه. صدقيني لو انت مش مبيضه الصاله بتاعتك، وتخيلي كده ان انت جبتي فيها شجره جديده وحاطه السجاده كده وملمعاه ومنزله الستاير ومش مبيضه، والله العظيم لا تغير الصاله بتاعتك 180 درجه. طب انا هنا مثلا لو انا عندي نيش، ان حاطه كل ما هو حاجه النيش دي من 20 سنه، من 25 سنه، طب انا هعمل ايه؟ كل مره بجدد في المفارش بتاعته. طب انا ممكن اجيب فرع ليد بحوالي 70 80 جنيه، وبيجيبش ال 80، هو ب 70 جنيه. ممكن اجيب فرع ليد واحطه في النيش، واجي كده بالليل انا حاطه الشجره وفرع الليد ده شغله، والمفارش الجديده اللي انا جايباها والله العظيم هتدي منظر جمالي. فانا غيرت النيش بلمحه كده، بحاجه بسيطه. طب انا عندي مثلا الكاسات هي بقالي كتير، انا عندي الكاسات بتاعتي لما باجي مثلا اشرب فيها بقول ياه
ده انا من 25 سنه كان عندي الكاس ده. بفرح بالاثار اللي عندي، عادي عندي بتبقى موجوده، انا بحبها لانها جديده. ودايما انا عشان بحافظ على الحاجه فبحس ان دايما حاجتي حلوه. بس انا ما فيهاش حاجه لما مثلا كل 3 سنين اشتري لي حاجه تكون جديده من الموضه اللي موجوده دلوقتي. طب بس انا النيش بتاعي مليان جدا، ما اقدرش. ده انا امي كانت جايبالي الحاجات على الحاجات. هقول لنفسي هنا انا مثلا عندي 3 اطقم كاسات في النيش، ممكن استغنى عن طقم واشيله، اقفله في علبه واشيله، واجيب بداله طقم فناجيل جديد نازل موضه، اجيب بداله طقم شوبات حلو نازل موضه، اجيب بداله اللي هي البولات الجديده، اجيب بداله حاجات طقم شوربه، المجات اللي هي نازله الجديده. المهم ان انا استبدل حاجه بحاجه. انتوا عارفين ان القصه مش ان انا ابيض بيتي ويبقى على سنجة 10، القصه ان انا اجيب كل ما هو جديد في حمامي، القصه ان انا اجيب كل ما هو ترندي مثلا في اوضه ولادي. يعني مثلا انا دلوقتي عندي عيالي كبروا وبيشتغلوا او بيروحوا المدرسه والدروس وبيبقى معاهم المفاتيح بتاعه البيت وهكذا. انا دلوقتي لما هم يجوا، انا لو اجيب علقه المفاتيح الشيك الجديده اللي هي بتنزل على النت وبفلوس، كلام بسيط جدا. يعني انا مثلا لما بلاقي جروب ادوات منزليه بشترك فيه، مش شرط ان انا اشتري منه كل حاجه، بس انا عشان خاطر بشوف كل ما هو جديد فيه واشوف ايه التطورات اللي فيه. مثلا عندي العلاقه بتاعت المفاتيح دي انا ممكن اشتريها واحطها عندي تبقى جميله لما اولادي يجوا او جوزي او ده يعلق عليهم. انا دلوقتي ممكن اجدد بيتي ولو بمبخره من اللي نازلين جداد، بدل ما انا ببخر في الطبق او انا ببخر في مبخره تكون قديمه عندي بقالها حوالي 20 سنه او 10 سنين. ما فيهاش حاجه لو انا كل سنه او كل كام سنه ان انا ابدا اغير حاجات في بيتي. بس المهم ان انا افكر ان الحاجات دي ما تبقاش حاجات على كراكيب. يعني مثلا الحاجه اللي انا عايزه شايفه ان هي مكركبه لي بيتي، ما اشتريش حاجات عليها واكركب. يعني مثلا ما اشتريش مفارش للنيش بتاعتي وانا شايفه ان النيش مدروس حاجات، مليان حاجات. انا ممكن استغنى عن حاجات كده علشان خاطر اجيب حاجات جديده واحط المفارش على روقان وعلى نظافه. نفس الكلام لما بتفضلي مثلا عندك الصواني بتاعه التقديم، بتفضلي بيهم كام سنه وتقولي والله دول حلوين جدا عندي. انا معاكي، انا مثلا عندي 3 صواني بقدم بيهم، ما فيهاش حاجه لما اسحب واحده واشيلها في شنطه او اشيلها في علبه واحطها تحت السرير او في الدولاب او ايا كان في النيش من تحت، وابدا ان انا استبدلها بواحده تانية جديده تديني بهجه. القصه مش ان انا يكون عندي ان انا لازم ابيض، انا عايزه اجدد السيراميك بتاع الحمام، انا عايزه اجدد باب الحمام، انا عايزه اجدد بيبان الشقق بتاعتي. كل ده انا معاكي فيه، كل ده ممكن ادخل له جمعيه لو ظروفي تسمح. انا لو ظروفي ما تسمحش فببدا ان انا اغير في حاجات زي كده. ببدا ان انا اشوف المطبخ بتاعي. انا ممكن اجيب اللي هي مكنه القهوه، مكنه القهوه دي غيرت لي المود خالص. طب انا لو ما عنديش استعداد ان اشتري مكنه القهوه بعمل ايه؟ بشتري كنك جديد، بحوش علشان خاطر اشتري كنك ستانلس جديد. عندي كنك المونيوم ضايقني، عندي كنك نحاس، يبقى انا هنا اشتري كنك جديد بدل ايه ما اشتري مكنه القهوه. انا مثلا عايزه اشتري اللي هو نسيت، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، لما بنحط اسمه ايه يا جماعه، اسمه ايه يا بنتي، اللي هو اللي بنحط فيه الاكل ويطلع الميكروويف مثلا. لا طب انا مثلا انا هنا ممكن اشتري لي جريل جديد. يعني انا ما عنديش جريل، ما تقولش انا عايزه اجيب لي ميكروويف، انا ممكن اجيب لي جريل حلو ان انا اعمل عليه الاكل. وهكذا. انا عايزه اجيب لي عجان، لا طب ما انا ممكن اجيب لي العجانات اللي هي طالعه المذهبه الجميله دي، تدي روح حلوه في المطبخ، تدي روح جميله في المطبخ. عايزه اقول لكم ان اكتر حاجتين او 3، هنمشيها 3 حاجات يدي روح حلوه في البيت: الشجر، المرايات، النور الليد. النور الليد ده نور جميل جدا. النور عموما في البيت، البيت اللي دايما فيه نور حلو، نور عالي. انا عندي ممكن ان انا اعمل النور الاصفر الهادي، بس النور الاصفر الهادي ده هحتاجه في وقت، والنور الابيض الليد ده هحتاجه في وقت تاني. فما خليش بيتي الا لما يكون فيه الحاجتين دول. ليه؟ لما يجيني ضيوف وعيلتي واطفال وعيال ما شغلهمش النور الاصفر، اخنق اللي قاعدين واضايقهم. لا نشغل نور ابيض كده على حسب القعده. انما لما اكون انا وجوزي واولادي 2 3 نور يكون هادي. فلازم اخلي بيتي يكون وضع استعداد من كل حاجه.
مش شرط ان انا استنى لما ابيض وانجد انتريه واعمل مش عارف ايه. الدبانه دي بتحب الشهره، وانتوا طبعا عارفينها بقالها 3 سنين، فمحدش يقول لي يشيها. فمش شرط ان انا استنى كل الحاجات دي عشان خاطر ان انا المع بقى في بيتي. لا، انا كل ما انزل لازم احط لنفسي خطة، كل شهر اقول لنفسي وانا في السوق وانا هنا وانا هنا، افضل ان انا اتفرج وانا شايفة ان في حاجات كتيرة على قد ايديا. يعني انا مثلا لو جبت مطحنة للتوابل، مطحنة التوابل اللي نازلة الاستانلس دي عاملة 200 جنيه. صدقوني بتفرق جدا في المطبخ، وبتفرح الست وتسعدها، وتحس انها مودرن، تحس ان الست جايبة الحاجات الموضة. يعني بدل ما امسك مثلا الحاجه بفانيله جوزي، ولا بمسك بفانيله ابني، ولا بالجلابيه بتاعتي، لو انا اشتريت لي طقم فوط للمطبخ بيبقى شكله جميل قوي. فببدا ان انا بحس بفرحه. كل حاجه الست بتشتريها في البيت بتحس قد ايه انها مبسوطه وبفرحه. فعايزه اقول لك ان انت تخلي بالك من كل حاجه عندك في البيت وتجدديها على قد امكانياتك، بس تشوفي هنا ايه اللي بيفرق. عايزه اقول لكم على حاجه، البلورة الصغيرة دي لو انا جبتها وفيها سمكية واحدة مع الإضاءة والنور، صدقوني بتفرق قوي وتبقى تحفة. يعني مثلا انا عندي كزامة في الصالة وحاطة عليها مراية ومفرش وشكلها جميل، لو جبت بلورة صغيرة فيها سمكة واقدر ان انا اهتم بيها واحطها مع الإضاءة الجميلة، هتديني منظر وتديني رفاهية وتديني جمال وتديني حاجة حلوة جدا. ما فكرتش ان انا يكون عندي حاجة زي كده، ما فكرتش ان انا يكون عندي مثلا عصافير حلوة في البلكونة، ما فكرتش في حاجات كتير. النجيلة في البلكونة، المشاية اللي هي المشاية النجيلة، المشاية دي بالمتر، وفي كل حتة احنا عندنا في السوق بيبيعوها، يعني منطقة شعبية وفي السوق وبيبيعوا النجيلة دي للبلكونات، بتكون جميلة جدا. ما فيهاش حاجة على دخلة العيد بقى، ابعتي كده قسيها كده البلكونة عندك قد ايه، متر مترين واعرفي بكام، وهاتيلك للنجيلة للبلكونة، تعمليها جميلة جدا وتنفضيها كده وتكنسي تحتيها وتلمعي ورشيها معطر. هاتي ب10 جنيه معطر من عند بتاع المنظفات، ورشي النجيلة كده اللي في البلكونة تبقى ريحتها حلوة. وانت واقفة بتنشري الغسيل تمسحي الحبال وتمسحي البلكونه، وتلاقي ريحه البلكونه عندك جميله، ريحتها حلوه. اهتمي بكل حاجه في البيت، ما ترميش الدنيا على الظروف. الست النظيفه لو عندها جلابيه واحده او جلابيتين هتعرف تهتم بيهم، والست اللي ما بتهتمش لو دولابها مليان هتحس برضو ان هي ما عندهاش اي حاجه ومش هتحس باهتمام. عايزه اقول لك اهتمي انك تجددي في الحمام بتاعك، مش شرط ان انا اجدده سيراميك واجدده دون، انا ممكن اجدد فيه كل حاجه، وانا كنت عامله الفيديو ده سيب لكم اللينك بتاعه. جددي في ريحه بيتك، جددي في نظافه بيتك، جددي في النيش بتاعك، في المطبخ، في كل ما هو ركن في البيت. بحبكم احلى اخوات في الدنيا، واوعي تنسي ملايه جميله جديده دايما على العيد في اوضه ولادك وفي الاوضه بتاعتك. اترككم في رعايه الله وامنه، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.